أزول، السلام عليكم. تحية نضالية عالية لكل الأحرار والحرات. تحية لكم جميعا، حفظكم الله ورعاكم. كنتمنى إن شاء الله تعالى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو إن شاء الله غيكون بالدارجة بالعربية، المهم باش غيفهموا الناس اللي ما كيفهموش اللغة الأمازيغية، اللغة الريفية. لأنك علاش كنهضر باللغة العربية بالدارجة؟ باش نوصل الرسالة ديالي للحكومة المحكومة أكيد. المهم واحد الموضوع اللي دار ضجة في المواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو هذا الملعب اللي كتشوفوا في الصورة، المسمى الملعب الكبير في الحسيمة، اللي هو أكبر ملعب في إفريقيا في النظر ديالهم، في النظر ديال الحكومة المحكومة. في الوقت اللي الريف بصفة عامة محتاج للسكانير ديال السرطان في المستشفى ما كاينش، اللي في الوقت الريف محتاج للمستشفيات في الريف ما كاينينش، في الوقت اللي الريف محتاج للبنية التحتية ما كايناش، في الوقت اللي الريف محتاج للجامعة ما كايناش، في الوقت اللي الريف محتاج للمعامل لمحاربة البطالة باش الناس ما بقاوش يهاجروا يموتوا في البحر ما كاينينش، في الوقت المحكومة تشوف الخوتنا اللي ضربوهم ب20 سنة ديال الحبس يشوفوا فيهم بعين الرحمة، يشوفوا يقولوا مع روسهم، يحشموا شويه، يقولوا هاد الناس راه ظلمناهم ظلما وعدوانا، راه هضروا على المستشفيات، على البنيه التحتيه، على الحريه التعبير، على المعامل، ما بغاوش الفتنه. جاوا سيدي بناو اكبر طاجين في افريقيا على شكل طاجين، نص ديال الطاجين ماشي طاجين كامل، نص. ها هو شوف، يتسع ل 11000 مقعد، يعني 11000 شخص اللي يقدر يدخل لهذا الملعب. هذا الطاجين، هذا طاجين، هذا ماشي ملعب. الميزانية ديال هذا الملعب وصلت 440 مليون درهم، اللي هي وبالدلائل والأرقام 440 مليار. هو أخويا العزيز 440 مليار تبني بها شركات، معامل، مستشفيات، تجيب ماشي غير السكانير واحد، تجيب السكانيرات اللي احنا معروفين في الريف. مرض الخبيث ينخر أجساد الريفيين كل يوم. الدولة ما مسوقاش، كيبنيو أكبر ملعب في إفريقيا وجابوا جوج ديال الفراقي ما كاينينش في الكرة الأرضية، ما كاينينش في إفريقيا. شوفوا معايا في الخريطة، مدغشقر، جزيرة، شوفوا جزر القمر فين كاينة. جابوش الفراقي ما معروفينش باش يديروا الافتتاح، درتو فضيحة، درتو فضيحة. على الأقل جيبوا جوج ديال الفراقي من الريف يديروا افتتاح، رغم أننا كان عندنا أحسن فرقة في المغرب، خرجتوا عليها الشفارة يا الكلاب الضالة اللي هي الشباب الريف الحسيمة. كنا بعدا كنسمعوا ديك الكلمة شباب الريف الحسيمة، رغم أننا ما كنسمعوش في التلفزة شباب الريف، حيت ديك الريف عقدة لكم، كنسمعوا غير شباب الحسيمة. خرجتوا علينا يا الشفارة. 440 مليار يا عباد الله، 440 مليار. حنا بغينا مستشفيات، بغينا سكانير، بغينا المعامل، بغينا البنيه التحتيه، وما كيبنيو لينا اكبر طاجين في افريقيا. وقال لك سيدي في 2030 سيكون بجانب اسبانيا وبرتغال لتنظيم الكاس عالم، غتكون فضيحه غير طبيعيه اكيد. واش حنا خصنا الملعب؟ حنا عندنا الفقر، ما كاين حتى معمل في الحسيمه، بنيه تحتيه ما كايناش في الحسيمه، انترنت ما كانش في الحسيمه، كاين غير الحقره في الحسيمه، غير الظلم. كتجي من ايث بوعيش الحسيمه 5 ديال الديوانات، كيوقفك كيسولك كيقول لك منين جيتي. انا اللي غنسولك منين جيت، منين جيتي، انا اللي غنسولك منين جيتي. انا في بلادي وكتسولني، و5 ديال الديوانات من ايث بوعيش حتى الحسيمه اللي هي 22 كيلومتر. هذا ماشي استعمار، هذا ماشي ظلم، هذه ماشي حقره. الناس اللي يهضروا على المستشفيات، اللي يهضروا على المعامل والبنيه التحتيه والحريه التعبير، ضربتهم ب 20 سنه، 20 سنه ديال الحبس، نسيتيهم. فين هي المراقبه؟ فين هي المسؤوليه؟ 440 مليون يا عباد الله، اقسم بربي العزه لا بقى فيا الحال. كلشي كيهضر على هادشي. 85% ابار دوك 15% العياشه العبيد الذين يركعون لغير الله كاينين في الريف اكيد. هذوك الناس ديال الخونه اللي خدامين في البلديات عجبهم الحال، داروا لهم اكبر ملعب في افريقيا اللي يتسع ل 11000 مقعد. اش غنديروا حنا بهذا الملعب؟ حنا ماشي ضد ديال الكره، لا الكلاب الضاله، حنا ماشي ضد ديال الكره. حنا بغينا نعيشوا، حنا بغينا الحقوق ديالنا الكامله المكموله، بغينا الحريه التعبير،
بغينا المستشفيات، بغينا معامل، بغينا البنيه التحتيه، بغينا الاخوان ديالنا اللي راهم مسجنونين مضروبين ب20 سنه ديال الحبس يخرجوا ونشوفوا علاش دخلوا. ما بغيناش الملعب. الناس اللي كيهضروا على الكره، اللي كيتفرجوا الكره، اللي كيعجب ليهم المنتخب، خلي ليه على البرتغال، اسبان، هولندا، فرنسا، بلجيكا، المانيا. الناس وصلوا عندهم كلشي خدام. اللي ما خدامش كتساعدوا الدوله، عندهم مستشفيات، عندهم الامكانيات. الناس وصلوا في الاخر داروا الكره باش يتلهاو فيها. حنا كديروا لينا الكره بحال شي واحد كيبني الدار كيمشي حتى للسطح وكيصبغها، ولكن التساس ما كاينش. حنا بغينا التساس. حنا ما غاديش دوزوا علينا الدكاكه. هادشي ما غاديش يدوز مرور الكرام، والله ما دوزوها علينا. حنا غنهضروا عليكم، غنفضحكم، غننتقد فيكم، حيت نتوما كلاب الظلمه كتحشموش. هذا الملعب لا يمثلنا. 440 مليون سرقوها. هذا الملعب غتكون الميزانيه ديالو مليار. فين هي 439 مليار؟ ضربتوها في الجيب. النص ديال الملعب، وجابوا جوج ديال الفراقي غير معروفين، ما كاينينش في افريقيا ابدا. مدغشقر، جزر القمر، جزيرة، جابوهم باش يديروا افتتاح وبدون جمهور. لعنة الله عليكم. في الوقت يا حسرة، في الوقت التي يحتاج فيها الريف للمستشفيات، للسكانير، للدواء، للمعامل باش يخدموا الشباب ما يبقاوش يهاجروا يموتوا في البحر، كديروا لينا ملعب. ما كتحشموش. ولعنة الله عليكم. الله ياخذ فيكم الحق. هادشي اللي غنقول لكم. بيدكم السلطة، عندكم الأموال، عندكم الفلوس، حاكمين، ولكن أقسم برب العزة الله غينتقم منكم إن شاء الله تعالى.